السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ بتمنى دايما يا رب تضلوا بأفضل صحة وعافية. تحياتي للجميع. بتمنى من الكل يصلي على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اذكروا الله يا جماعة، لا إله إلا الله. وخلونا نبدأ قراءة برج العقرب لثاني أسبوع من شهر مايو. ونقول بسم الله. ركز معي يا عقرب، في طاقة قوية حوالينك يا عقرب، مو طاقة عادية، طاقة فيها شد وجذب، فيها بداية ونهاية بنفس الوقت. كأنك واقف بين بابين، باب عم يتسكر وباب عم ينفتح بس لسه مو شايفه بوضوح. عقرب، انت بالفترة الماضية كنت عم تحاول توازن حياتك، خصوصا ماديا ونفسيا، بس بصراحة كان في ضغط، وكان في شعور انك عم تتحمل اكثر من طاقتك. في شي كنت عم تمسكه بايدك وما بدك تتركه رغم انه عم يتعبك او يمكن متخلي عنك. شوف يا عقرب، في تأخير أو تعطيل بسيط، كأنه الأمور ما عم تمشي بسرعة، يعني بالسرعة اللي بدك إياها. في شعور إنك عم تشتغل أو تحاول بس النتيجة ما عم تظهر فورا. بس هون النقطة المهمة يا عقرب، هالتأخير مو فشل، هو إعادة ترتيب. في فرصة جديدة جاية بس بدها صبر، تركيز، ممكن تكون بداية شغل أو مصدر دخل جديد، بس بدها منك التزام طويل مو شي سريع. ماشي يا عقرب؟ التزام طويل مو شي سريع. شوف يا عقرب، واضح جدا انك مريت بخيبة كبيرة، يعني او تعب عاطفي قوي او صدمة كسرت شي جواك او خلتك تفقد الثقة بالناس اللي حوالينك. بس بنفس الوقت في بداية جديدة عم تلوح بالافق. في شخص ممكن يدخل حياتك او يرجع يتقرب، بس هون لازم تنتبه يا عقرب، مو كل شي بيرجع بيكون صح. في احتمال رجوع، بس مو رجوع سهل. بده قرار واضح، بده قرار واضح منك، يا تبدأ صفحة نظيفة يا اما تسكر هالباب نهائيا. في رجوع ايه، بس مو كامل او مستقر بالبداية. في تردد، في اختبار، كأنه العلاقة عم تنعاد لتشوف اذا فعلا تعلمتوا الدرس ولا لا. اذا دخلت فيها بدون وعي يا عقرب راح تعيد نفس الدائرة. اما اذا كنت اوضح واقوى ممكن تتحول لشيء افضل. ماشي يا عقرب؟ اذا كنت أوضح وأقوى ممكن تتحول لشيء أفضل. بالنسبة لكارما الشخص اللي ظلم برج العقرب، شو هي الكارما اللي راح يعيشوها الناس اللي ظلمت برج العقرب؟ شوف، هون في شق قوي. الشخص اللي أذاك راح يعيش نفس الإحساس يلي خلاك تمر فيه. راح يعيش خسارة، راح يعيش ندم، شعور إنه انفضح أو انكشفت حقيقته. في ضغوط نفسية عليه، كأنه الحياة عم تضغطه من كل الجهات. بس الأهم يا عقرب، أنت ما لازم تنتظر هالشي، لأنه حقك عم يرجع بطريقته بدون ما تتدخل. بدون ما تتدخل يا عقرب، تمام؟ شوف، عندك تحذيرات مهمة. ركز معي يا عقروب حبيب القلب، تحذيرات إلك. انتبه من التعلق بشي واضح إنه عم ينتهي أو مات. لا تضغط على حالك زيادة، خصوصا نفسيا. في قرار لازم تاخده، التأجيل عم يضرك أكثر من ما عم ينفعك. وشوف عقرب، لا ترجع لشي بس لأنك اشتقت. اسأل حالك عقرب، هل هو مناسب؟ طيب، شوف يا عقرب، في شخص جديد راح يدخل حياتك، شخص عملي مو كتير حكي، أفعاله أكثر من كلامه. ممكن يكون عنده استقرار مادي أو عم يبني حاله. هادي بس عنيد شوي، بحب الأمان، بيحب الأمان والاستقرار، مو علاقات لعب. ممكن يكون من بيئة مختلفة عنك، أو تفكيره مختلف، أو أنت أكبر أو هو أكبر، كعمرا، كثقافة، كوضع. تمام عقرب؟ أنت بمرحلة انتقالية، مو نهاية عقرب، بس مو بداية واضحة. كمان في شي لازم تتركه لتفتح باب أقوى. في تعب بس بعده في تعويض، وفي رجوع بس القرار بإيدك، إذا بدك تعيش نفس القصة أو إنك تكتب قصة جديدة. تمام عقرب؟ في شخص مو طالع من بالك عبث. في رابط قوي بينك وبينه، بس خليني أكون صريح معك. طاقة بتقول إنه هو مو ثابت، في عنده شد وجذب، يوم يقرب ويوم يبعد، كأنه مو قادر يقرر شو بده فعلا. مو لأنه ما عنده مشاعر، بالعكس، بس خايف، متردد، أو المصلحة عم تأثر عليه. الشيء الأخطر إنك أنت عم تعطي أكتر منه.
نيته الحقيقية بده يضل موجود بحياتك بس بدون التزام، بدون التزام واضح حاليا، يعني وجود بدون مسؤولية. إذا رجع راح يحاول يفتح صفحة بس بطريقته هو، مو بالطريقة يلي بتريحك. وإذا تركته راح يحس بخسارة حقيقية ويرجع يحاول. هو مو سيء بس مو جاهز يعطيك الشيء يلي بتستاهله هلأ. أما على الصعيد العملي، بركز لك على العمل يا عقرب. بعرفك مضغوط بدك مصاري. وضعك العملي حاليا في تعب واضح، في شعور انك عم تشتغل او تحاول بس النتيجة بطيئة او مو على قد الجهد. بس في شغلتين مهمين، في فرصة جديدة او باب جديد عم ينفتح، ممكن شغل مشروع او دخل اضافي، بس بده منك صبر، التزام، شغل فعلي طويل. يعني مو ضربة حظ، مو بناء تدريجي، في بداية صغيرة راح تكبر مع الوقت، وفي احتمال تغير اتجاه شغلك او تضيف شيء جديد عليه. تحذير إلك يا عقرب، إذا ضليت مشتت أو عم توازن بين هاد وهداك بدون تركيز راح تضيع الفرصة. القرار يلي أنت محتار فيه عقرب، القرار يلي محيرك وأنت محتار فيه، هون بيت القصيد. أنت مو محتار لأنه ما عندك جواب، أنت محتار لأنك عارف الجواب بس ما بدك تواجهه. القرار بين خيارين واضحين، يا اما تبقى متمسك بالشخص او الوضع الحالي وهالشي راحة مؤقتة بس تعب مستمر وترجع لنفس الدوامة، او تترك وتبلش صفحة جديدة ووجع بالبداية بس راحة وقوة بعدين، باب جديد انظف واوضح، والطاقة عندك بتصرخ الترك هو الصح بس صعب عليك. عقرب، الكلمة الأخيرة إلك، أنت حاليا بمرحلة اختبار قوة مو اختبار حظ. الشخص عم يعطيك نص الشي، العمل بده منك كل التركيز، القرار لازم يكون حاسم. إذا ضليت بالنص رح تتعب أكثر، إذا حسمت حياتك رح تتغير بشكل أوضح. تمام يا عقرب؟ إذا حسمت حياتك رح تتغير بشكل أوضح. خذ قرارك واتكل على رب العالمين. بالتوفيق للجميع، تحياتي لكم، بتمنى لك التوفيق يا عقرب. لا تنسون من اللايك والاشتراك. تحياتي لكم، باي باي.